آآ آسف على السحبة. بُص، السحبة يا عزيزي المشاهد الطيب الكيوت العنتيل كانت بسبب الامتحانات، لكن أوعدكم إني راح أنزل فيديو كل شهرين. لا أمزح. مع وصول كأس العالم يعني راح أحاول أنزل. وعلى ذكر الموضوع، حلقتنا الفيديو يا صاحبي زي ما شُفت في العنوان قصة أغرب دولة تأهّلت لكأس العالم وهي الراس الأخضر. جهّز شايك وقعدتك ويالّا بينا. الراس الأخضر أو كاب فيردي ليست دولة إفريقية عادية، هي مجموعة جزر صغيرة وسط المحيط الأطلسي، تبعد حوالي 600 كيلو متر عن سواحل إفريقيا الغربية. الدولة لم تكن مأهولة أصلا، حتى وصل البرتغاليون في القرن الخامس عشر وبدأوا بناء المستعمرات هناك. ومع الوقت تحولت الجزر إلى نقطة مهمة في تجارة العبيد بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. عدد سكان الرأس الأخضر اليوم قليل جدا مقارنة بمعظم الدول الأفريقية، أقل من مليون نسمة. لكن المفاجأة إن عدد أبناء الدولة الذين يعيشون خارجها أكبر من الموجودين داخلها. وهنا تبدأ أول نقطة مهمة في قصة كرة القدم. أيوة، أكتر من 2 مليون مهاجر. الرأس إيه، أخضري؟ صح. إيش اسم السكان الرأس الأخضر؟ المهم، في بيئة فقر الراس الأخضر كان الشعب بيحاول ينسى هموم أفريقيا وهموم الحياة بلعب كرة القدم. راح تسألني سؤال الآن وتقول لي يا سرداب، إيه علاقة المهاجرين؟ راح أقول لك يا صديقي، بنية كاب فيردي السكانية سببت حالة غريبة، وهي إن كاب فيردي اعتمدت على اللاعبين المهاجرين فقط، ولاعبين مزدوج الجنسية، ونسيان شبه كلي للدوري المحلي. يا باشا احنا نتعب نفسنا ونطور ونبني، ما هي الأكاديميات الأوروبية جاهزة، الطبخة متجهزة. وفعلا ده اللي حصل تحت قيادة المدرب بيدرو بوبيستا بريتو، واحدة من أهم الركائز اللي أعادت تنظيم هذه الخرابة وتحويله إلى قوة. لم يحاول أن يصنع منتخبا مثاليا من حيث المهارة الفردية فقط، إنما ركز على فكرة الانضباط الجماعي والهوية الدفاعية الصلبة واللعب ككتلة واحدة، إن الفريق يحاول أن يعوض صغر المساحة الجغرافية بكثافة في التنظيم داخل الملعب. في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 لم يظهر كابو فيردي. قلتها بلهجتهم عشان أظهر زي المحنكين وكده. المهم، كان منتخب غير مرشح إطلاقا للتأهل، ممكن منافسة بسيطة، خصوصا مجموعة فيها أنجولا والكاميرون وليبيا، وعلى الورق هو أقلهم ضعفا، خصوصا إنه ما تأهلش أصلا لكأس أفريقيا. دخل المباراة الأولى ضد منافس ضعيف وهو ضد موريشيوس، ورغم ذلك انتهت المباراة بفوز كاب فيردي ب1-0، هدف في الدقيقة 84 من يانيك سامادو. بداية مش مبشرة بخير أبدا. وفي المباراة الثانية ضد أنجولا انتهت المباراة بفوز صعب أيضا لصالح الراس الأخضر بهدفين، ديلون ليفرامينتو وفعلا. وبعدها في 5 مباريات في التصفيات 4 فوز وتعادل 1، يعني من الآخر اكتساح أفريقي. وفعلا تأهلت بمعجزة للاجتماع الكروي الأهم في السنة، وهو كأس العالم. بعد التأهل التاريخي لكأس العالم، الراس الأخضر مش ناوي يدخل البطولة بعقلية إحنا وصلنا وخلاص. بالعكس، المنتخب داخل وهو مؤمن إنه يقدر يعمل مفاجأة حقيقية. صحيح المجموعة صعبة جدا، فيها إسبانيا وأورجواي والسعودية، لكن الراس الأخضر شايف إن نقطة واحدة ممكن تغير كل شيء، وفوز واحد فقط قد يفتح باب التأهل التاريخي للأدوار الإقصائية. والأهم إن المنتخب داخل البطولة بجيل هو الأفضل في تاريخه تقريبا، لاعبين زي لوجان كوستا، ريان مينديز، ديلون ليفرامينتو وروبرتو لوبيس، كلهم جايين من مدارس كروية أوروبية، لكنهم يلعبون بروح بلد صغيرة تريد إثبات نفسها أمام العالم. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا صديقي. أتمنى إنه الفيديو عجبكم. أعرف إنه قصير جدا جدا جدا، بس هذا يعتبر تسخين بس لنرجع. وقولوا لي في التعليقات إذا حابين ننزل فيديوهات طويلة جدا فوق 20 دقيقة، أو فيديوهات قصيرة من 8 إلى 10 دقايق.
وبالإضافة إذا عندكم أفكار شاركونا بيها، رابط الإنستا والتيك توك في البايو. أتمنى الفيديو عجبكم، والسلام.